تخيل تنزل الشارع وممنوع تلبس جينز، ممنوع حتى تختار قصة شعرك، وممنوع حتى تتفرج على مسلسلات كوري جنوبي. ايوه يا صديقي، دي مش نكتة ولا فيلم هندي، دي كوريا الشمالية، البلد اللي كل حاجة فيها محسوبة من شعرك لحد افكارك. كوريا الشمالية مش زي اي دولة، دي دولة مقفولة على نفسها، واللي بيحكمها مش بس رئيس، ده زعيم بيتعامل والعياذ بالله على انه اله. كيم كونج اون، الراجل اللي بيتحكم ايه تتفرج عليه وايه تلبسه وازاي حتى تفكر. في كوريا الشمالية مفيش حاجة اسمها قصة شعر على مزاجك، والحكومة عاملة قائمة رسمية بقصات الشعر اللي مسموح بيها، والرجالة عندهم 15 قصة مسموح بيها، والستات عندهم 18 قصة. government law. It's illegal. And the hair have to be short. ولو فكرت تغير قصة شعرك وتحلق حلاقة مختلفة عن القائمة اللي محدداها الحكومة، تتعرض للتحقيق أو للعقوبة. حتى كيم كونج أون ليه تسريحة محدش في الدولة يقدر يقلدها، يعني لو فكرت تقلده يبقى بتعمل جريمة ضد الزعيم. والجنس ممنوع والملابس الغربية ممنوعة، وكل ده بسبب إن النظام شايف إن الجنس بيرمز لرأس المالية الأمريكية، يعني لبسك ممكن يحدد ولائك السياسي. وفي دوريات بتلف في الشوارع وتراقب لبس الناس، حتى شكل الجزمة لازم يكون بسيط، مفيش ماركات ومفيش أي تقليع. تحب تشوف فيلم؟ استنى شوية. في كوريا الشمالية لو شافوك بتتفرج على فيلم أجنبي أو كوري جنوبي يودوك السجن، وفي حالات اتسجلت فيها أحكام بالإعدام. النظام شايف إن الأفلام الأجنبي تلوث ثقافي، عشان كده التلفزيون الرسمي بيعرض البرامج الحكومية وكلها بيكون مدح وتمجيد في الزعيم. والموبايل مش وسيلة تواصل، دي وسيلة رقابة، كل مكالمة بتتسجل وكل رسالة بتتفحص. والإنترنت مفيش إنترنت عالمي. Yeah, of course, there's no internet. مفيش غير شبكة داخلية اسمها كونج ميونج، تقدر تدخل فيها على مواقع حكومية ومحلية، لكن مفيش جوجل ويوتيوب وفيسبوك. No internet, no social media, Facebook, YouTube, Instagram. No technology. والبلد كلها نظام مراقبة ضخم، كل حي بيبقى فيه مراقبين كتير، كل مواطن ليه ملف بيتحدث باستمرار. أي كلمة ضد النظام ممكن تودي صاحبها لمكان محدش يرجع منه، والناس هناك بقت بتخاف تتكلم حتى مع الجيران. تخيل تتكلم أو تضحك على نكتة على الزعيم. في بلاد تانية ممكن تتقال عادي، بس هناك ممكن تتحاكم وممكن تتحبس في مخيمات إعادة التأهيل. والمخيمات دي مش شغل عادي، ده أعمال شاقة تحت ظروف قاسية، والناس هناك بتشتغل بالساعات في البرد والحر، ومفيش راحة ولا حتى رحمة. وفي تقارير دولية بتقول إن في آلاف الناس هناك حاليا. والصدمة في كوريا الشمالية إن العقوبة جماعية، يعني لو حد من العيلة غلط العيلة كلها بتتعاقب حتى لو مش عارفين هو عمل إيه. مبدأ الذنب بالوراثة معروف من زمان هناك، يعني الغلط هناك مش بس بيكلفك حياتك، ده ممكن يضيع جيل كامل. والمدارس هناك مش للعلم والتفكير، دي للتربية والطاعة، والطلاب بيدرسوا السيرة الذاتية للزعيم وأقواله. مفيش مناهج نقدة ومفيش رأي تاني، حتى الموسيقى والفن لازم يكون بيمدحوا الزعيم، يعني الخيال نفسه متراقب. والعاصمة مش أي حد يقدر يعيش فيها، السكن هناك امتياز مش حق، واللي يعيش هناك لازم يكون نظيف سياسيا، يعني عيلته لازم يكون ما عندهاش ماضي معارض. أما الناس العادية بيعيشوا في مدن صغيرة بعيدة عن أي رفاهية أو كهرباء منتظمة. Life in North Korea, there isn't lights like at night time. There's no lighting? No lighting. في كوريا الشمالية الزعيم هو الإله والعياذ بالله، يعني الإيمان هناك مش بالله. لما تسمع كل ده هتفكر إنك في خيال علمي، بس لا، دي الحقيقة. كوريا الشمالية نموذج حي لدولة منغلقة، كل تفاصيلها متحكم فيها، من تسريحة شعرك لحد أفكارك ومشاعرك. وعشان الحياة في كوريا الشمالية آسيا، في ناس هناك بتحلم بالحرية زي اللي احنا بنعيشها ومش حاسينها. في المرة الجاية لما الإنترنت يقطع أو يحصل لك مشكلة، فكر بس إنك تقدر تشتكي بحرية، تضحك بحرية، وتلبس جينز وانت مطمن، لأن في مكان تاني ناس بتتمنى ربع الحرية اللي عندك. ولو عندك قصة غريبة قولها لنا في الكومنتات، وما تنساش تتابعنا وتستنانا الحلقة الجاية.